الخير الكثير. نعم. هذا أخونا أبو زيد من الكويت. تفضل أخوي أبو زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين للشيخ جزاكم الله خيرا. السؤال الأول، الكنترول الصوت نحن غير واضح. السؤال الأول، نحن أمرنا أن لا نتوجه إلى القبور ولا نصلي بجنبها من النبي صلى الله عليه وآله، ولكني قرأت في تاريخ الطبري وتفسير القرطبي أن إسماعيل عليه السلام دفن في الحجر. الكنترول الصوت غير واضح. السؤال الأول، تسمعني يا أخي جيدا؟ الكنترول لعلكم توصلون الصوت إلينا. السؤال الأول، تفضل. ألو. تفضل أبو زيد، واضح السؤال، تفضل. نعم، نحن أمرنا أن لا نصلي على القبور أو نطوف جنبها أو نتوجه إليها في الصلاة، ولكن قرأت في تاريخ الإمام الطبري والإمام القرطبي قالوا أن النبي إسماعيل عليه السلام دفن في الحجر في الكعبة، ونحن نتوجه في الصلاة إلى الكعبة ونطوف حولها، فما حكم ذلك بالنسبة إلينا وقبر إسماعيل وأمه هاجر عليه السلام؟ طيب واضح السؤال. السؤال الثاني بالنسبة إلى البسملة هل هي جزء من سورة الفاتحة أم لا؟ فنحن عند الصلاة قسم من طلبة العلم يقول بالبسملة في الصلاة مع سورة الفاتحة، وقسم الآخر لا يقول البسملة، فما حكم ذلك الجهتين؟ لأن الإمام مالك قال إن البسملة ليست من الفاتحة، ولكن الأخوة الآخرين من طلبة العلم يقولون لا، لأن الفاتحة 7 آيات والبسملة هي منها جزءا منها. فمن هو الذي صلاته صحيحة؟ هل الذي يقول بالبسملة أم الذي لا يقرأ بالبسملة في سورة الفاتحة؟ طيب السؤال واضح بإذن الله تعالى. يجيب الشيخ. أبو زيد من الكويت يسأل، يقول نحن أمرنا ألا نتوجه إلى القبور أو نصلي عليها، بينما الآن في الكعبة ولا أدري من أين أتي بهذه الدراسة، يقول أن في الحجر إسماعيل عليه السلام دفن في داخل الحجر. نعم. ويقول كذلك آدم عليه السلام. نعم. هو بالنسبة لقبور الأنبياء لم يثبت عند العلماء تحديد قبر أحد الأنبياء يعني بعينه أن القبر موجود في المكان الفلاني إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حتى قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما يقال في فلسطين لكن بالتحديد لا يعرف إلا قبر نبينا إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من حماية الله عز وجل لتوحيده حتى لا يغلو الناس فيهم. وقبر نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا محمي، ولهذا السلف رحمهم الله وضعوا عليه 3 جدران التي هي بمثابة المثلث، بحيث الإنسان لو أراد أن يتوجه إلى القبر ما استطاع. نعم. وهذا كله من باب حماية التوحيد وحمى التوحيد. ولهذا لم يثبت أبدا أن قبر إسماعيل أو غير من الأنبياء موجود في الكعبة أو في الحجر أبدا. لكن شيخنا إن أذنت لي توجيهكم الله يحسن عملك الآن فيما نراه الآن في المسجد النبوي، نرى أناس للأسف الشديد يأتي ويستدبر القبلة ويستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونرى والله جهود حقيقة يشكرون عليها الإخوان في هيئة الأمر أو رجال الأمن في محاولة صد الناس وتوجيههم لذلك. نعم. هو بالنسبة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان إذا جاء مكة إذا جاء المدينة ودخل المسجد، خاصة إذا كان جاء من سفر أو ليس من أهل البلد، فإنه يأتي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على صاحبيه، لما يأتي يسلم عليهم يكون مستقبل لوجوههم، لكن بعد ذلك ينصرف، وإذا أراد أن يدعو من جهة الكعبة جهة مكة، لأن الكعبة هي قبلة الناس في صلاتهم وفي دعائهم. أما ما يعني يرد الآن أن قبلة الدعاء السماء، هذا لم يثبت وليس بصحيح، بل إن القبلة في الصلاة والدعاء هذا الأفضل بالنسبة للدعاء أيضا. وأما الصلاة فلا بد إلا في النفل إذا كان الإنسان في سفر. وأما كل إنسان يدعو ويستقبل القبر فهذا أنكره السلف رحمهم الله، وخاصة أن بعض الناس لما يرى إنسان يتوجه إلى القبر ويدعو يظن أنه يدعو صاحب القبر، بل الأمر الآن وصل إلى أن يدعو أصحاب القبور وأن يستغيثوا بهم وأن ينزلوا بهم حوائجهم التي لا يمكن لأحد
أن يستجيب لهم فيها إلا رب العالمين، فصرفوا شيئا من خصائص الله عز وجل لهؤلاء المقبورين، إما لأنهم أنبياء، وطبعا لا يعرف إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يعرف إلا نبينا، ويعطيهم أسئلته. الأخ أبو زيد سأل في سؤاله الثاني، يقول البسملة هل هي جزء من الفاتحة؟ بالنسبة للبسملة هل هي من آيات الفاتحة؟ نعم. هذا فيه نزاع بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن البسملة جزء من الفاتحة، ومنهم من يرى أنها ليست من الفاتحة. ومع اتفاق العلماء على أن الفاتحة 7 آيات، هذا ما في إشكال. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فسر أهل العلم أن 7 المثاني هي سورة الفاتحة. لكن المشكل الآن على بعض الناس الآن أن الترقيم الموجود في المصاحف إنهم جعلوا البسملة لها رقم 1، وهذا إنما هو اجتهاد ممن وضع هذه الفواصل، وإلا فإن الصحيح أن البسملة هي ليست من الفاتحة. والدليل على هذا أحاديث كثيرة، لكن من أصرحها ما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالآن انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، بدأ إيش؟ بالحمد، ولم يبدأ بالبسملة. نعم صحيح. قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. هذه 3. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم بعد ذلك 3 الآيات ال3 ولم يبدأ بالبسملة أبدا، لم يبدأ بها. نعم. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه في الأحاديث المستفيضة الكثيرة أنه كان يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، بل كان يبدأ بالحمد. ولهذا ثبت عن أبي بكر وعن عمر وعن غيرهم من الصحابة أنهم ما كانوا يجهرون بها، وإنما كانوا يقرؤونها، نعم، لكن سرا، يقرؤونها سرا. والأحاديث هذا كثيرة معروفة، والخلاف موجود. فمن ذهب إلى أنها آية قال هي من أجزاء سورة الفاتحة لا بد من قراءتها والجهر بها في الصلوات الجهرية، وأكثر أهل العلم على أنها ليست بآية من الفاتحة، والأمر بمسألة اجتهاد، فلا نخطي هؤلاء ولا هؤلاء. لكن لا شك أن الأقرب والأحوط، يعني لا شك أن الأقرب أنها ليست من الفاتحة. فإذا قرأها الإنسان يقرأها سرا، هذه سنة بلا شك. لكن هل هي من أجزائها؟ لأن نقول من أجزائها ولم يقرأها الشخص، معناها أنه ترك آية من سورة الفاتحة التي تعتبر ركن في كل ركعة من ركعات الصلوات. طيب، نعود إلى الجزائر.